صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة النهاردة ان شاء الله. نشوف هنعمل ايه النهاردة. قمت كده دلوقتي قلت هحضر فطار خفيف، ماليش مزاج اشرب حاجة، فيدوب عملت ساندوتش جبنة بيضة وقطعت جنبه طماطمية كده زي ما انتوا شايفين. عشان نشوف هنعمل ايه النهاردة. عايزة اقول لكم ان انا لغاية النهاردة برضو لسه ما لقيتش شقة. بلم في الحاجة وبغسل في السجاجيد والكلام ده كله، لسه ما لقيتش شقة. دعواتكم كده اللي انا الاقي يا رب. وخليكم معايا بقى، تابعوا الفيديو نشوف هنعمل ايه النهارده. ويلا بينا على طول. قومي كده افطري لو ما فطرتيش، او لو احنا بالليل، لو هتشوفي الفيديو بالليل يعني اشربي حاجه كده وتابعي معايا الفيديو. هفطر بقى ونكمل يومنا مع بعض. قلت كده هبدأ اليوم بإني أغسل كده برضو شوية حاجات من السجاجيد. عندي كده السجادتين طول هم عاملين زي مش عارفة اسمهم ايه، قريبين من الكليم كده، قماشة الكليم كده شوية، مش فاكرة. المهم عندي 2 منهم، فقلت هغسلهم برضو كده في الغسالة على بروجرام ال10 دقايق و انشرهم. فحطيت دي الأول وبعد كده هحط التانية. معلش هنا الفلاش كان مقفول وانا مخدتش بالي. فالمهم حطيت كل واحدة فيهم كده على بروجرام ال10 دقايق، وبعدين سبتهم في التويلت يتصفوا خالص، عشان انا ما خليتهاش تعصر عصر كامل فيها. سبتهم يتصفوا خالص وبعد كده ونشرتهم بقى كده. ايه، عايزه اقول لكم يعني الشمس كانت حارقه شويه صغيرين وكانوا نشفوا خالص ودخلتهم. تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي انا بدات اعملها. دي كده كرتونه طلعت فيها ايه شويه حاجات كده من اللي ما بستخدمهاش، وحطيتها في الكرتونه عشان تبقى جاهزة. فزي ما قلت لكم حطيت كده شوية حلل، صواني، طاسات، يعني الحاجات اللي هي ايه، حاجات المطبخ. وطبعا بعد كده هنبدأ نكتب على كل حاجة هي تبع ايه. انا طبعا ما قفلتهمش، انا لسه يا دوب بحطهم ولسه ما قفلتش الحاجة. دي تاني كرتونة. هنا بقى حطيت فيها مكنة الزبادي، وللأسف في 3 غطيان ناقصين أنا مش لاقياهم خالص. تحتيها في طبق فاكهة إزاز، وطبق بيتزا اللي هو بيبقى إزاز، ودي كده ايه شنطة فيها برطمانات إزاز برضو. فدي كده كرتونة كلها إزاز. طبعا اما اجي هقفلها هحط عليها، هكتب عليها اللي هي يعني ايه، انه إزاز وقابل للكسر وكده، عشان اللي هيشيل يخلي باله. بصوا دي الأطباق تحت اهي، بوريها لكم. فدي كده الكرتونة دي كده ازاز فقابلة للكسر، ولازم الحاجات اللي هتبقى قابلة للكسر نعلمها. تمام. كمان عملت ايه ده، كده كان عندي الشوال ده بدأت احط فيه ايه البلاستيكات. حطيت فيه بقى زي ما انتوا شايفين كده بلاستيكات، مليته على الاخر برطمانات، لانشات، بوكسات قديمة، منظمات، ده خليته كله بلاستيكات. وطبعا لسه عندي بلاستيكات تانية كتير هشوف لها برضو حاجات تانية. الكرتونة دي فيها بقى قطعت البطاطس، مبشرة، مش عارفة ايه، حاجات زيادة برضو مش بستخدمها دلوقتي. ودي شنطة لميت فيها كل الهدوم اللي انا ممكن محتاجهاش الفترة دي، وكان في كام قطعة شتوي كمان فحطيتها بالمرة معاهم. وخليت برا الهدوم اللي انا بستخدمها بشكل كتير يعني او مباشر. المهم كنت سالقه لحمه بقى عشان اعمل فته، قالوا لي لا، فرحت مقطعه اللحمه كده في طاجن، ورحت عامله لها خلطه بصل وتوم وملح وفلفل وبابريكا، ورحت حطاهم على اللحمه ومزوده الطاجن ب كبشتين كده شوربه من الشوربه اللي انا كنت سالقه فيها اللحمه. ورحت عامله عجينه سهله كده بسيطه، دقيق، ملح، فلفل، شويه سكر، شويه زيت، وعجنتها وسبتها كده ترتاح. وهفرشها او هفردها على الطاجن، اعملها اللي هي فخارة الكباب التركي. يعني ما كانش في وقت اللي انا اصور قوي بالتفصيل، بس يعني انا قلت لكم انا عملت ايه. ودخلتها الفرن وطلعت بالشكل ده. وتعالوا نفتحها. طبعا انا ممكن بعد كده نبقى نعمل فخارة الكباب التركي دي بالتفصيل بطريقتها كاملة، لان هي طبعا فيها تكات مختلفة شوية. بس انا لما قالوا لا مش عايزين ياكلوا اللحمه المسلوقه كده او الفته، يعني انا كنت ناويه اعملها فته بصراحه، فروحت قلبها كده. او بصوا شكل الطاجن من جوه. عايزه اقول لكم بقى ان العيش ده بيبقى طعمه حلو قوي 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 اهو. طبعا هو البصل داب او طري بس مش قوي طري، بس انا كنت عايزاه يتكرمل، يعني هو طري بس انا كنت عايزاه يتكرمل، عشان كده طلع لونه فاتح.
بس كده بقى هنتغدى استنوني بقى في فيديوهات تانية. باي باي.